السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم من جديد بفيديو من عند الحمام. إن شاء الله النهاردة الفيديو مهم جدا ومفيد لكل مربين الحمام وكل مربين الطيور. الفيديو هيفيدكم جدا جدا لأنه فيه معلومات قيمة جدا وفيه وصفة ممتازة اللي نفعتني مع الحمام والنافع والله. الوصفة دي يا جماعة هي كيس جاهز بنشتريه، بسم الله ما شاء الله، بيخلي الحمام عندكم يكر بيض، بسم الله ما شاء الله. يعني رخيص سعره، يعني مش غالي جدا. سعره من حوالي 12 ونص ل15 جنيه على حسب المكان اللي بيتباع فيه، وهو موجود عندنا. لو حد عايزه يتواصل معانا، انا هحط الرقم على الشاشة ان شاء الله، علشان لو اي حد عايزه نبعته له شحن. بسم الله ما شاء الله. المنتج ده يا جماعة عفوا هيجيب معاكم من الاخر مع الحمام، بسم الله ما شاء الله. لو حمام عندكم معوق او حمام بيروق البيض او حجم الزغاليل مش كويس، بسم الله ما شاء الله هتلاقوا انتاج وهتلاقوا خير عندكم بفضل ربنا طبعا وبفضل الكيس ده. هو سعره مش غالي زي ما بقول لحضراتكم، بيتراوح سعره من 12 ونص ل15 جنيه. عفوا. جميل جدا يا جماعة والله، انا مجرباه مع الحمام. يعني الحمام، كل الحمام اللي كان عندي مش بيبيض ابتدى يبيض وابتدى ينتج عندي، وبسم الله ما شاء الله حجم الزغاليل بقى جميل، لان الكيس مليان املاح معدنية وفوسفور ومنجنيز وصدف بحر وفي حاجات كتيرة جدا، يعني حاجات لا حصر لها، حاجات موجودة على الكيس وحاجات مش مكتوبة عليه، بسم الله ما شاء الله. الكيس اللي احنا بنشتريه كيس صغير كده قد الكف بحوالي 6-7 جنيه، ده ما بيعملناش حاجة، بنحطه في المرة. لكن بسم الله ما شاء الله الكيس ده فيه كيلو كامل على بعضه. بصراحة نفعني مع الحمام. بنحط منه رشة كده على الأكل، سواء الكلفة العادية بتاع الحمام او الكلفة اللي انا بعملها. انا طبعا قلت لكم قبل كده ان انا بعمل بديل كلفة الحمام، وارجعوا للفيديو سابق هتلاقوها. بديل كلفة الحمام دي كويسة يا جماعة، يعني مفيدة للحمام. عبارة عن عيش وعليه اضافات تانية، عيش من البيت طري او عيش ناشف، بس طبعا العيش ما يكونش عليه اي عفن. انا بمسك الخلطة ديت وبحط عليها شوية من الكيس اللي انا بقول لكم عليه ده. الكيس ده يا جماعة بسم الله ما شاء الله سحر. عفوا. هتحطوا منه حوالي 4 ايام ورا بعض، وبعدين تبطلوا، وبعدين كل اسبوع هتحطوا منه مرتين. بسم الله ما شاء الله يا جماعة هتلاقوا خير وهتلاقوا عندكم انتاج، وهوريكم الصورة بتاعته دلوقتي. بسم الله ما شاء الله جميل جدا جدا فوق ما تتخيلوا. هيخلي الحمام صحة وانتاج والزغاليل بحجم كبير، ومش هتعانوا من اي امراض مع الحمام، لانه كله فيتامينات وكله املاح معدنيه بتفيد الحمام وبتساعد على الانتاج. عندكم حمام بيبيض بيضه بريشت او طيور، سواء دواجن اهو شكل الكيس اهو يا جماعه، بسم الله ما شاء الله جميل جدا جدا. عباره عن اصداف مكسره وعظام صبيط واملاح معدنيه، حاجات كتيره موجوده في الكيس ده مش هتلاقوها في اي كيس تاني. في ناس بتجيب الصدف اللي هم الجماعة البيطريين، بتجيب اصداف كده وبتكسرها وبتبيعها، لكن الكيس ده بصراحة اسمه مخلوط اعلاف، ممكن تلاقوه عندكم في المكان اللي انتوا عايشين فيه. الكيس ده بيبقى فيه كل حاجة، بسم الله ما شاء الله، بيساعد على الانتاج وبيساعد على نمو الزغاليل، وبيخلي عظمهم وصحتهم ممتازة واكتر من ممتازة كمان. جربوه يا جماعة وهتدعولي، وهسيب لكم الرقم دلوقتي ان شاء الله. هو يعني زي دواء للحمام وغذاء، يعني غذاء ودواء في نفس الوقت. طبعا في ناس قالت ان هي مش بتاكل عيش للحمام. انا بقول لكم قدموا العيش، انا مقدماه للحمام اهو، قدموه للحمام طري طري وعليه الاضافات اللي انا بضيفها، وارجعوا للفيديو السابق اللي هو بديل الكلفة، او حطوه ناشف، مفيش اي مشكلة، بس العيش يكونوا انتم منشفينه وعارفين مصدره كويس عشان السموم الفطرية.
انا ببتدي ان انا افرم معاه بصلايه كبيره ونص راس توم وبحطه للحمام. ده عيش طري، انا بحط يوم العيش ويوم الكلفه علشان نوفر شويه في كلفه الحمام يا جماعه. مش كل حاجه هنشتري حاجات غاليه من بره، لا طبعا لازم نوفر شويه ونوفر في بيتنا. ده عيش كان بايت عندي ونضيف جدا مفيهوش اي حاجه، فانا فرمته عفوا. فانا فرمته وقدمته للحمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والحمام بيقبل عليه وبياكله ومفيش اي مشكله. وان شاء الله الفيديو الجاي هوريكم احجام الزغاليل لما تكبر عامله ازاي. يعني يوم كلفه ويوم العيش اللي حضراتكم شايفينه ده، وبحط عليه اضافات البصل والثوم. او في فيديو تاني هتلاقوا في بديل كلفة الحمام هتلاقوا اضافات تانية انا حطاها. ان شاء الله ارجعوا للفيديو وهتشوفوا انا حاطه ايه على العيش ده. بصراحة بيخلي حجم الزغاليل حلو، وناس كتيرة من الناس الاوائل زمان كانوا بيقدموه للحمام، والحمام كان صحته ممتازة، وخاصة الزغاليل في عمر اللبا مفيد ليهم جدا، وبيساعد على النمو، وبيساعد ان الزغاليل تكبر بسرعة. انا ما بقولكوش حطوا كل يوم، حطوا يوم ويوم، يوم ويوم. وقدموا خلطة مخلوط الاعلاف اللي انا بقولكوا عليها دي، عبارة عن صبيط واملاح معدنية وصدف. وان شاء الله هتدعولي. لو عندكم مشاكل يعني كتيرة في المكان، حطوا 4 أو 5 ايام ورا بعض، وبعد كده حطوا يومين 2 بس في الاسبوع، وهتلاقوا الخير وهتلاقوا الانتاج وهتلاقوا كل الحمام اللي عندكم بيض بفضل الله. وان شاء الله في الفيديو القادم هوريكم الزغاليل وهوريكم كل الحمام اللي بيض عندنا. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ان شاء الله نشوفكم على خير. ويا ريت النهارده تكونوا استفدتوا من الفيديو، ويكون خفيف كده ظريف عليكم. واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.